صباح الخير. كل اللي متابعني عارف ان انا ما بفضلش العيش في وجبه الفطار، دايما بحب فطوري يا اما بالمعلقه يا اما بستخدم الورقيات الخضراء اعمل بيها سندوتشات او ساعات الفلفل. عملت لكم بقى عيش كايزر تحفه جدا، حلو للكيتو دايت وحلو للنظام بتاعي اللي انا ماشيه عليه، وكمان حلو للمرضى السكري. مش هياخد منكم وقت على فكره، يعني انتوا في 3 دقايق هتبقوا محضرينه. وانا هنا في ثانيه ابني كان بياخد الطماطم ويجري. سندوتش عالي البروتين مشبع جدا، شايفين طالع من جوه مفرغ كاننا استخدمنا فيه دقيق. بصراحه تحفه والطعم كان طالع جميل. سمسم طبعا بيدي للعيش طعم حلو جدا، يعني مش هتحسوا فرق ما بينهم هما الاثنين. وحطيت شرايح خيار وحطيت جبنه وحطيت شريحه طماطم وحطيت بيض مقلي كنت قليه في زيت زيتون. بس كده السندوتش بتاعنا جاهز. وعايزه اقول لكم طبعا اللي لفيته بستريتش من تحت عشان خاطر ما يوقعش منه الحشوه، بس هو كان طري وجميل. يلا نشوف الطريقه. معايا بيضه نحط عليها رشه بسيطه من الملح، واحط عليهم 3 معالق من بذور الشاي، اقلبهم كويس مع بعض، وممكن نرش رشه بسيطه من بيكنج باودر. وسبتها 5 دقايق لحد ما القوام تقل، وبعد كده رشيت عليها سمسم من الوش. ممكن تحطوا حبه البركه، ولو انتوا هتستخدموا حاجه بتلزق ممكن تحطوا رشه بسيطه من زيت الزيتون. جهزت ودخلتها الميكرويف، هتقعد بالظبط 3 دقايق بالظبط وهتطلعوها هتستوي وهتطلع تحفه. هنا اختبرت العيش لقيته خلاص معايا استوى، سبته لحد ما برد تماما، وبعد كده قلبته على شبكه وسبته حوالي 5 دقايق كمان، وابتديت ان انا اقطعه. العيش ده طبعا ما بيتاكلش سخن، لازم يبرد الاول عشان تحس ان طعمه حلو. دايما اي عيش ما يكونش فيه دقيق لازم يتاكل بعد ما يبرد نهائيا. عايزين تستخدموه في الفطار تستخدموه في الغدا زي ما انتوا عايزين. هتلاقوا وصفات كتير للعيش صحي على صفحتي، سواء عيش فينو او بلدي او كايزر، ووصفات لسناكس صحي. اتمنى تكون الطريقه عجبتكم، واستنى تطبيقاتكم في الكومنتات. وصحة وهنا مقدما.